مساء الخير، معكم منى اليتامى. راح أبدي رسالتي بنداء لوزير الداخلية ونداء لوزير التربية ونداء للقطاع الخاص. القطاع الخاص اللي كل ما كتبنا كتب وعطيناهم نبي مساعدة، نبي دعم علشان إحنا نعمل مشروع توعوي ضد المخدرات وأخطار المخدرات، أو نعمل توعية المخدرات شو تسوي فيكم، أو نوعي أنتوا للأهالي شلون تكتشفون إذا أنتوا عندكم شخص مدمن في البيت وتكتشفونه مبكر، لأن كل ما اكتشفنا المدمن مبكر كل ما قدرنا نعالجه مبكر. حدثت حادثة ثانية، طبعا الحوادث تتكرر في المدارس غير الحادثة اللي ذكرتها قبل فترة عن المدرسة الثانوية. اليوم تاريخ 4/4/2017 حدثت حادثة تقريبا 2/4/2017 في إحدى المدارس المتوسطة. أدري راح تستغربون، فعلا إحدى المدارس المتوسطة في منطقة العاصمة. أيضا بنات في الصف السادس أعمارهم 12 و13 سنة يروجون للحبوب المخدرة. يا حبايبي يا بناتي يا الصغار يلي انتوا تروجونها الحبوب او تروجون المخدرات، هذه تعتبر قضية تجارة. انت عارفة شنو يعني قضية تجارة مخدرات او تجارة حبوب مخدرة؟ هذه تنهيلك حياتك. بعدين يا حبايبي يا الناظرات لو سمحتوا، انتوا لما تجيلكم بنت او تكتشفون البنت تتعاطى او انها تروج للحبوب او لنوع من انواع المخدرة، لا تطلعونها وتروحين تنقلينها مدرسة ثانية، لا، انت قاعده تساعدين على الترويج في كذا مكان. هذه البنت المفروض انها تفصل سنة كاملة من الدراسة، خلها تكمل منازل. ليش هي تروح مدرسة ثانية وتأثر على البنات الثانيين؟ في بعض الناظرات يطمطمون على السالفة. انت هذولي بنات، هذولي انت امانة عندك، انت المفروض تدخلين حتى وزارة التربية ووزارة الداخلية في هذا الموضوع. يا الأهالي يا بعد عمري لا تكثرون الفلوس على البنات، عطوهم مصروف محدد، خاصة بنات المتوسط والبنات مثلا بنت بالمتوسط أو بنت بالثانوي. أنت لما تعطينها مصرف شوفي هذه الفلوس وين راحت، شنو هي شرت فيها. اللي يقول إن المخدرات لا ما هي مستفحلة، لا، المخدرات مستفحلة والحبوب المخدرة مستفحلة. أنا ما أتكلم عن هذه المدرسة، ولكن أنا أتكلم عن مدارس كثيرة بالكويت سواء للطالبات أو الطلبة. ولكن هذه الحادثة أنا لي يعني إحدى غريباتي في هذه المدرسة وصايرة قضية عندهم وصايرة قصة. أرجو من ناظرة هذه المدرسة اللي هي الحين عارفة نفسها أن الحادثة صارت عندها يتم تدخل وزارة الداخلية في هذا الموضوع وفصل الطالبات لمدة عام ويقدمون منازل. ليش أنا أروح أطلعهم وأدخلهم في مدارس ثانية وأخليهم يعني يتاجرون في مدارس ثانية ويساعدون على انتشار هذه الحبوب؟ بناتي الطالبات، الحبوب هذه أنت دمرك ما تساعدك في أي شيء. أنت ما راح تستمرين على هالحبوب. أنت إذا فعلا أخذتي هذه الحبوب راح تضيعك. أنت بعد 2 سنين أنت راح تصيرين مدمنة مخدرات، جميع أنواع المخدر. ما في واحد يتعاطى نوع ويستمر عليه، لا، أنت تتعاطين اليوم نوع، بعد فترة أنت هذا النوع ما يبمزاجك، راح تضطرين راح تاخذين أنواع أكثر. والإنسان إذا قيب عقله يعمل أمور وهو ما يدركها. فأنا أتمنى حتى من أولياء الأمور يثقفون نفسهم في هذا المجال، شلون أنا أكتشف المدمن. للأسف كل ما نعمل محاضرات ما حد يحضر، ولكن إحنا إن شاء الله مكتبنا راح يعمل فعالية إن شاء الله، بس راح ناخذ موافقة حديقة الشهيد وراح نعمل فعالية كبيرة في حديقة الشهيد للتوعية. وأنا وطاقم المكتب على استعداد تام نعمل مجانا ونسكر مكتبنا ونساعد وزارة التربية ووزارة الداخلية. أنا مليون مرة قلت أنا على استعداد، لأن أنا قاعدة أشوف بنات صغار، يعني أنا قاعد يوني بنات صغار ويوني أولاد صغار، هذولي بعد يعني اللي يتعاطوا عمره 12 و 13 سنة، بعد 3-4 سنين هذا إيش راح يكون وضعه؟ هو إيش راح يسوي؟ هل هذا قادر إنه يصبح أب؟ إنزين عقب فترة وتزوج وصار أب، هل هو راح يكون إنسان صالح وراح يقدر يربي أجيال؟ أنا أتمنى من الأهالي تصير عندهم يزيدون الرقابة شوية على عيالهم، على بناتهم، على أولادهم، يشوفون الفلوس اللي أو المصرف اللي يعطونه عيالهم وين قاعد يروح. لأن الحبة هذه تباع أول مرة رخيصة حق البنات، ولكن بعدين يزيد سعرها.
وأتمنى الله يعني الصلاح والعافية للجميع. أختكم من اليتامى.